السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة رجعنا لكم فيها مع الدكتور هيثم طلعت. منورنا النهارده يا دكتور. يا مرحبا، الله يحفظك. دكتور هيثم، يعني استكمالا لما سبق الحديث عنه، ليه احنا دايما بنحس ان الشخص الملحد ده او الشخص التنويري كلامه واسلوبه، او نقول بعض مش الكل، يعني عشان هم مش كلهم شبه بعض، نقول ليه بعض الملحدين او بعض التنويريين اسلوبهم راقي وجميل كده، وتحس ان عندهم اخلاق عن بعض المسلمين؟ يعني ليه تحسوا في التعامل انت تتشد له وتحب تسمعه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أولا، أخلاق المنكر لله عز وجل ومنكر النبوات دي حجة لنا نحن، لأن هو جواه تكليف إلهي طبقا للنظرة المادية الإلحادية. فالإنسان ابن هذه الطبيعة، ابن التراب، ابن المادة، والطبيعة محايدة، لا هي خيرة ولا هي شريرة. فكيف أنت تتبنى قيم أخلاقية؟ فده إشكال عنده هو. عشان كده بيجوفيتش الرائع في كتابه الإسلام بين الشرق والغرب يقول: نعم، هناك ملاحدة على أخلاق، لكن ليس هناك إلحاد أخلاقي. لو الأخلاق دي قيمة دنيوية فليس لها وجود. مفيش في الدنيا ولا في الفيزياء ولا في الكيمياء حاجة اسمها أخلاق. الأخلاق دي معطى تكليفي بداخلنا، معطى تكليفي جوانا. عشان كده يقول لك دايما كلمة جميلة جدا، يقول لك: إذا كان الإلحاد صحيحا، إذا كان الإلحاد صحيحا فإما أن الفيزياء خطأ أو أن الأخلاق خطأ. لأن في الفيزياء المعادلات جبرية، عالم حتمي، صحيح. واحنا فيزياء والعالم كله فيزياء، فاحنا في عالم مادي حتمي جبري. فكيف انت تتبنى قيما اخلاقيه، ايثار، تضحيه، مبادئ اخلاقيه؟ دي كلمات ضد الطبيعه، ضد الماده، ضد المعادله الفيزيائيه. فاما ان الفيزياء خطا، او ان الاخلاق خطا، او ان الالحاد خطا. يعني انا بس اللي انا فهمته من حضرتك، ما اعرفش صحح لي ولا لا، انا لو انا شخص ملحد جوايا، لو انا اصلا لو انا من الاصل او من الاساس انا عندي اخلاق، فسواء الحدت او ما الحدتش هي فطره او هي غريزه جوايا. ده انا حضرتك. كإنسان جوايا تكليف إلهي. أي إنسان في الدنيا، مسلم، مسيحي، ملحد، يهودي، بوذي، كل إنسان كده فطر على قيم أخلاقية جواه. فهذه القيم الأخلاقية لا يمكن إطلاقا ردها للنظام الطبيعي أو المادي أو الفيزيائي. فأنت عندك هنا مشكلة داخل تصورك الإلحادي. فعشان كده بيقول لك دايما، والكلمة دي أيضا قالها بيجوفيتش في كتابه الإسلام بين الشرق والغرب، يقول: لا يمكن للملحد أن يكون حيوانا ولو تمنى ذلك من كل قلبه. الملحد بيقول لك: أنا ابن هذه الطبيعة، أنا حيوان اجتماعي. لا يمكن، لأن الحيوان محايد أخلاقيا، الحيوان بريء أخلاقيا، لا هو خير ولا شرير، لا خاين ولا أمين. فالإنسان بمجرد ما أتى بمقدمة سماوية إلى هذا العالم، ففي هذه اللحظة لا يمكن أن هو يكون حيوان. خياره الوحيد أن يكون إنسان أو لا إنسان. بعد إذنك يا دكتور، عندي سؤال. هل نعيم الجنة نعيم مادي أم معنوي؟ وهل هو نعيم دائم فعلا؟ وهل هناك زواج في الجنة؟ شكرا. يعني حتى اكيد برضه من ضمن الحاجات اللي بيلعبوا بيها في افكار الشباب، يعني انا واحد ممكن اتاثر بيها انا كمحمد، يعني عادي اللي هو يقول لك هي الجنه ديت موجوده اصلا ولا مش موجوده؟ وهل لو هي موجوده فالنعيم اللي احنا بنسمعه وكل الرجال الدين بيتكلموا عنه ده، هو فعلا ملموس حاجه موجوده ولا هي حاجه معنويه؟ طبعا هي الإشكال ده كان عند الملاحدة، لأن هو بيقول لك الجنة دي مكان المفروض عندكم في الإسلام مكان سامي جدا، فكيف هيكون في زواج؟ ده إشكال عند الملاحدة يعني. وهو أنا دايما بقول إن الملحد العربي بينقل عن الملاحدة في الغرب دون تروي، اللي هو بياخد صح. نسخ لصق، ما بيعملش تصوره هو حتى الفكري. حتى الغرب كان بيعيش في فترة قديمة جدا مع عقلية وثنية قبل حتى دخول المسيحية. فالعقلية الوثنية كان فيها احتقار للعلاقة بين الرجل والزوجة. احتقار العلاقة دي علاقة مستقبحة، علاقة مش كويسة، علاقة مخجلة. فحتى عندهم في الوثنيات القديمة
أن الآلهة تنجب من غير جماع، آلهة وثنية يعني. المسيحية الغربية أخذت هذه الفكرة وبدأت ترى أن العلاقة بين الزوج وزوجته في العلاقة الجماع يكون في أقل حدود وعشان الإنجاب فقط، ولو استشعر الزوج بشهوة نحو زوجته دي خطية. كلام كتير ده أدى إلى طبعا موجة انحلال جنسي معاكسة في الطرف الآخر من سنوات، لكنه أيضا ولد أن نفس هذه الفكرة حتى هذه الساعة في أذهانهم في الهاجس الغربي. فدي فكرة أصلا خطأ، يعني أنت بنيت تصورا على فكرة وثنية قديمة خاطئة، فالملحد نسخ الفكرة دي. طب دي بالنسبة لفكرة الجواز، بالنسبة لفكرة النعيم، هو بيقول حتة مهمة، هل النعيم ده فعلا حاجة ملموسة زي المية اللي أنا بشربها كده وزي الفاكهة اللي باكلها وزي العسل، الحاجات اللي احنا بنسمع عنها دي، هل في الحقيقة هتكون زي الجنة بالظبط، ولا الجنة ده هيكون شيء معنوي، يعني هتكون أرواح والحاجات اللي موجودة دي ما هيش موجودة، هي بس حاجات هتبقى محسوسة لكن هي واقع ما هيش موجود؟ ده سؤال جميل، بس أختم الحتة اللي فاتت بكلمة. الإسلام العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة طاهرة، علاقة فيها أجر كمان، وفي بضع أحدكم صدقة. فالعلاقة في الإسلام لا، علاقة طاهرة ما فيهاش هذا الهاجس الوثني القديم اللي كان ليه تبعات معاصرة ونقلها الملاحدة. لا، عندنا في الإسلام العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة ما فيهاش أي مشكلة، وزوجناهم بحور عين، فهي علاقة طاهرة شريفة ما فيهاش أي مشكلة. تمام. قصة النعيم اللي في الجنة، هل من ضمنه هو بقى الحور العين؟ طالما حضرتك ذكرت الحور العين يبقى من ضمن الحور العين، هل برضه الحور العين من ضمن الحاجات اللي هي فعلا موجودة وبافتراض ان ده موجود؟ كل دي افتراضات او مخيلات، ايه اللي يعني كل الناس اللي ماتت احنا ما بنقدرش نتواصل معاهم، فانا ازاي اتاكد ان الحاجات دي موجوده؟ ده سؤال فعلا جميل، وابن تيمية رحمه الله أجاب عن هذا السؤال. قضية إثبات الغيبيات بتفاصيلها تنبني على إثبات صحة الرسالة، فإذا أثبتت صحة الرسالة فكل ما يتكلم به هذا النبي من تفاصيل الغيبيات فهو صدق. فدي نقطة برضه مهمة، يقول لك إيه؟ اثبت لي جبريل ماديا، اثبت لي الحور العين ماديا. يا أخي الكريم، طالما أثبتنا واتفقنا على صحة الرسالة، تفاصيل الغيبيات دي تنبني على إثبات إيه؟ صحة الرسالة. فالحور العين، لأن ده سؤال مهم جدا، والنعيم في الجنة، طبعا بعض الناس قالوا بالمعنوية زي ابن سينا والفارابي والفلاسفة وغيرهم إن النعيم ده معنوي، وهذا طبعا خطأ وسخف رهيب. نعم، نعيم الجنة غيبي، وكما قال ابن عباس: ليس في الجنة من نعيم الدنيا إلا الأسماء. تمام كده؟ تمام. ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء، هي بس مجرد إيه؟ أسماء، لكنه نعيم آخر في عالم آخر، له قوانين أخرى، له نظام آخر، لكنه يبقى نعيما ماديا، ما هواش روحاني، لا، ده نعيم مادي جسدي روحي. تمام. فيه أكل وشرب، نعم، لأن ده لفظ القرآن الكريم. إذن الإجابة إن الجنة فيها نعيم مادي، نعيم لكن ليس بالمادية. طيب. الدنيوية طبعا. طيب لو في سؤال تاني يا شباب، لو في حد عنده سؤال تاني ماشي اتفضل. هل عذاب النار عذاب أبدي؟ يعني هل الشخص اللي هيخش النار هيفضل موجود في النار مش هيخرج؟ طب في حتة تانية نضيفها للسؤال ده برضو، هو هل أصلا عذاب النار موجود؟ يعني هو ليه دايما قصة التخويف على المنابر من النار ومن عذاب النار ومن القبر وعذاب القبر، وهي الحاجات دي كلها برضو بتندرج تحت السؤال الأولاني اللي احنا سألناه من شوية، اللي هو الوجود المادي والمعنوي. ما يمكن الحاجات دي مش موجودة. أنا لحد النهاردة ما فيش حد طلع وأقنع بصوت وصورة إن في عذاب قبر أو إن في نار موجودة، في عذاب آخرة. إقراري بتفاصيل الغيبيات ينبني على إقراري بإثبات صحة النبوة، وهذه بديهة، لأن أنا لو بنيت كل إثبات على صحة النبوة بما أرى بعيني فليس هناك تكليف. يا جماعة في نار، هات لي ورينا النار، النار أهي، في جنة أهي، فين التكليف هنا؟ فأصل الإيمان في أساسه إيمان بالغيب ينبني على صحة الرسالة. وأول مديح للمؤمن في البقرة، سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالغيب ده شيء بديهي لأنه هو أصل التكليف أساسا. لكن السؤال بالفعل سؤال جميل. هي الإشكال بس عند الملحد، وليس هناك مانع من كده عقلا حتى، لأن المنطق واحد ظلم طبيعي يؤاخذ، واحد مات ظالما منتصرا، ده بيحصل ولا لا؟ صح. بيحصل. هتلر خرب الدنيا، في الآخر كام يوم تعب فيهم وفي الآخر، بس هو
كل الجرائم اللي عملها دي، لا، فكل إنسان يؤاخذ بعقوبته، والله عز وجل حكم عدل. السؤال ده مهم جدا، لأن السؤال ده مم. جوهري في حتة. الملحد يقول لك عذاب أبدي وخلود والدنيا قصيرة. هي المدة الزمنية الخاصة بالعقوبة لا تنبني على زمن ارتكاب الجريمة. يعني حتى في أي قانون عقوبات في العالم، المدة الخاصة بالعقوبة لا علاقة لها بزمن صحيح. ارتكاب الجريمة. جريمه واحد القتل مثلا لو هي نفترض ثانية انها ثانيه، فهو ممكن ياخد تأبيده، او تأبيد، ممكن صح. إعدام، صحيح. صحيح. فدي نقطة جوهرية. طب هل هو خلود أبد الآبدين؟ القرآن بيديني زاويتين مختلفتين ويتركني بينهما علشان أعيش بين الخوف والرجاء. يديني إن هو خلود أبدي فأنزعج وأحرص على إيماني وأحرص على ديني، لأن ده بالفعل جمهور العلماء على هذا، الجمهور على هذا. لكن يديني برضو شعور إن العذاب الآخرة والعذاب النار عذاب له وقت. وهذا ما انتصر له شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه شفاء العليل من أكثر من 20 وجه، وذكر كثير من الأدلة في هذا الباب. وهنذكر أحد هذه الأدلة في قوله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض لم تقل. إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. قال أبو سعيد الخدري الصحابي الجليل أن هذه الآية قاضية على القرآن كله، أي في الخلود الأبدي للكافر في جهنم. وطبعا هذا سند صحيح. وطبعا في كذا يعني برهان غير هذا، لكن الشاهد من الكلام أن القرآن دايما في هذه المواضيع يتركك في مكان بين مكانين. طب هو علشان لو لا هو أطمئن. اسلام هكمل برضو جملتي. ما هو احنا حضرتك انت قلت دليل كده منهم. لو هو حب يرجع للدلائل ديت، حضرتك تقول له يدور في كتاب ايه، او يبص او يبحث في جوجل. شفاء العليل ابن القيم ذكر في آخر باب في هذا الكتاب أو الباب قبل الأخير أكثر من 20 دليل في هذه المسألة. ودايما أقول إن الجمهور على الخلود الأبدي، لكن في كثير من العلماء على أنه ليس أبد الآبدين. الشاهد من هذا الكلام إيه؟ يا دكتور احنا حضرتك قلت لك هتقول له على المصدر بس، مش هنشرح له. ما لازم ما احنا عشان عندنا سؤال تاني، السؤال الرابع والاخير. الأخير هو يعني من الأسئلة اللي أنا اتحطيت فيها أنا شخصيا. يعني حصل موقف وكنت قاعد مع حد كان ملحد، فبيقول لي هو ربنا موجود فين؟ هو ليه ما بيظهرش؟ السؤال التاني اللي عايز أسأله إزاي انت إن قلت أنا سؤال اجاوب ده، بعد كده اسال التاني ماشي. احسن انسى بس. خلاص أوكي. هو ليه ربنا بيظهرش. ما بيظهرش، وربنا موجود فين؟ طبعا ده سؤال جميل جدا، ونفس هذا السؤال لكن كفار مكة كانوا أذكى من كده شوية. يعني كفار مكة عارفين إن الظهور الإلهي ده ما ينفعش، إحنا بشر قدراتنا ما نقدرش. فالكفار مكة قالوا عايزين حاجة أبسط من كده، وقالوا لولا أنزل عليه ملك ينزل مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكده خلاص الرسالة صح. شوف الآية بتكمل بإيه: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. الملحد مش فاهم حتة مهمة جدا. أدلة صحة الرسالة يقينية، وأدلة إثبات الخالق يقينية لا حصر لها. لكن لو تحولت هذه الأدلة إلى رأي العين لانتهى التكليف. داخل امتحان ومعايا الإجابة، شكرا، ماذا فعلت؟ ما أنا كده مش بحل حاجة. فهو التكليف ينبني على إعمال العقل في الأدلة. أما إن البرهان أو الدليل يكون قدامي كده، دي مش تكليف ساعتها لن أكون مكلفا. فقصة إن الإله لا يظهر ليه، كفار مكة كانوا أذكى من هذا، والقرآن الكريم بإعجازه المبهر قال لك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، كان هينتهي التكليف. فلازم الإيمان بالغيب ينبني على النظر في الأدلة بالعقل. السؤال الثاني بقى، الجزء الثاني السؤال التاني، أنا لو مثلا قابلت ملحد إزاي أواجهه؟ إزاي أواجهه يعني في مناقشة حصلت بينا، إزاي إن أنا أقدر أواجهه؟ أديك سؤال وتحدى بيه. تمام كده، بس السؤال هيطول شوية، مش عايز مقاطعة. احنا معانا بالظبط 4 دقايق. دايما شرس. 4 دقايق. هقول له سريعا بقى بسرعة كده: عايز نظرية متكاملة تفسر لي أيها الملحد من خلالها كيف النبي محمد صلى الله عليه وسلم جرت على يديه كل هذه الآيات. أنت ملحد، تنكر الخالق،
تنكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف بقى هذا الشخص يحصل معاه كل ده؟ شخص أمي في بيئة بسيطة، فجأة يكون هذا الشخص صادق مش كذاب، وده حاجة مبهرة. ما لأن ما دي مش حاجه مبهره، دي هقول لك حاجه إيه عاديه. مبهرة؟ ما احنا لسه قايلين دلوقتي برضو من ضمن المحتويات اللي احنا اتكلمنا فيها، اتكلمنا ان الانسان سبحان الله ربنا بينزله. خد مني، ما هو حضرتك لسه قايل لك نفس خد الكلام، مني. قال ان هو ممكن ينزل صادق، ممكن ينزل امين، ممكن ينزل عنده كرم، ممكن ينزل عنده اخلاق. دي حاجه ربنا غرزها فيه. هثبت لك ان انت دايما تتعجل عليا. اتفضل. الانسان لو ادعى النبوة، فهذا الانسان اما ان يكون اصدق انسان على وجه الارض لانه نبي بديهي، يا اما يكون اكذب انسان على وجه الارض لانه هيحتاج يكذب في كل لحظة، فمش هينفع تمام. يبقى صادق اصلا. يا اما اصدق انسان يا اما اكذب انسان، ولا يلتبس اصدق انسان باكذب انسان الا على جهل الانسان. الجهل بس مش عارف يميز. فاول حجه هي الصدق، حجه قويه جدا. تمام. ثاني حجه هي البشارات. كيف شخص في بيئه بسيطه يبشر به قبل ان ياتي بالاف السنين بعشرات ومئات البشارات بزمان نبوته ومكان نبوته وبما سيفعله. هقول لك بشاره واحده عشان الوقت دايما الضيق ده. موسى عليه السلام قال لفتاه، وهذا في سفر صعود موسى سفر أبوكريفة، يقول لفتاه: بعد أن أدفن ب1750 سنة سيأتي نبي آخر الزمان. احسب زمن دفنه بعديها بهذا الرقم، هتجد زمن البعثة النبوية. عشرات البشارات في هذا الإطار. إبراهيم عليه السلام يقول أيضا: بعد خراب الهيكل ب12 قرن هيأتي نبي آخر الزمان. الهيكل خرب بإجماع البشرية القرن 6 قبل الميلاد، البعثة النبوية 6 بعد الميلاد. فصدق النبوة، بشارات، إن هو الدين التوحيد الأوحد، ما فيش على وجه الأرض على التوحيد إلا هذا الدين، باقي الديانات جعلت مع الله آلهة أخرى. تمام كده؟ النقطة الرابعة: المعجزات التي نقلت إلينا بالتواتر. مئات وآلاف البشر نقلوا إلى مئات وآلاف البشر المعجزات التي جرت على يديه. فكل هؤلاء كيف أجمعوا على الكذب؟ مش هينفع. فمعجزات، بشارات، صدق النبوة، التأييد الإلهي، كل دين توحيدي، لم يمت حتى أتم هذه الشريعة. مع أنه قال لهم في أول الرسالة إيه؟ قال لهم: لو أنا كنت كذاب هموت قبل أن أتم الشريعة، سورة الحاقة. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، تمام كده، يموت بعد أن نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فكيف تفسر أيها الملحد كل هذا الذي جرى على يديه؟ اديني بقى نظرية. أنا أتحدى ملحد يجيب نظرية. إيه النظرية؟ كذاب مثلا صلى الله عليه وسلم وحاشاه؟ طب إزاي كذاب ومعاه بشارات؟ إيه بيكذب؟ إزاي يعمل بشارات؟ إزاي التأييد، المعجزات، إتمام الشريعة؟ فهات لي نظرية تفسر بها هذا الشخص. لن يأتي لك ملحد بأي نظرية. انا ما قطعتش حضرتك في برافو والله، الاجابه ما دي، شاء سبتك الله. أنا 3 بصراحة دقايق ونص يعني 4 دقايق أغبطك دول. على احنا سعيدين جدا بالاجابات اللي حضرتك بتستفيد فيها، واتمنى ان برضو ان يعني تواتر الحلقات اللي احنا بنعملها دي تكون اجابات شافيه للشباب اللي بيتفرجوا علينا وبيشوفونا، وما يكونش عندهم اي لغط او اي شك في الدين بتاعهم. ان شاء الله هنستكمل حلقاتنا مع الدكتور هيثم طلعت الباحث في نقول بقى شؤون الالحاد. وانا والله اشكرك على اتاحه هذه الفرصه، واشكرك على ان انت يعني سعد الصدر، وربنا يبارك فيكم جميعا يا رب. بشكركم جدا اعزائنا المشاهدين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.